إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني واحد كيكون يدور في وهران هاد الأيامات هادو، خاصة أنا في بداية الصيف، كل خطرة يجيك واحد يسقسيك وين جاي ديسكو مغرب. هذا الديسكو مغرب هذا ولا معلم سياحي في مدينة وهران، الناس تجي تشوفها وتتصور قدامها، يجوا من جميع الولايات يتصوروا ويديروا دي سوفينير، يعني أصبح مكان سياحي بامتياز. شوف أخي، حاجه بسيطه، يعني هذا الديسكو مغرب، هذا الحانوت هذا يعني عباره عن حانوت ماشي حاجه كبيره، ولا كان منسي مهمل حتى واحد ما يسمع به، فتحول الى معلم سياحي. شو باش تعرف بلي فاسيلمون تنجم دير من حاجه من والو دير السياحه ودير التوريزم، خاصه في مدينه وهران الغنيه بالمعالم السياحيه. عندنا المساجد القديمه في مدينه وهران كما مسجد الباشا، عندنا المعالم الاثريه تاع المسيحيين كما لا كاتدرال مثلا، عندنا لي زاران، هذا وين يلعب الطورو هذاك اللي الموجوده فقط في مدينتين في افريقيا، هي مدينه وهران ومدينه طنجه. هادو في العالم العربي وفي افريقيا غير هادو زوج. يعني عندنا معالم سياحيه كبيره، ولكن للاسف ما اهتميناش بها. غتشوف غير هذا الديسكو مغرب تروح عنده تلقاهم يعني في حاله كارثيه. واش غادي يخسر هاد البلديه ولا هذا المولى؟ كان يجيب لها غير بيدو بنتوره ويبنتراه، يجيب لها بيدو بنتوره ويبنتراه يولي شباب، والناس تصور منها وياتيرو لي توريست، وبوركوا با يجيبوا لي توريست من لاترونجي. هذا اصبح واقع، يعني حنا نتفقوا مع هذا الغناء هذا ولا ما نتفقوش معاه، يعني هذا ولا معلم سياحي يمكن يدخل دراهم للمدينه. لازم نهتموا بالسياحه، وخاصه السياحه الداخليه. ما بالسياحه الداخليه عندها القيمه تاعها، والناس تجي تحوس وتشوف ما شاء الله. والحمد لله حنا زياده السياحه الداخليه ولا كاينه تدور في وهران، تشوف دي جون، تشوف دي فامي جاي من ولايات واحد اخرين يحوسوا ويديروا زيارات ويديروا دي سوفونير، صافي بليزير، حاجه مليحه. السياحه الداخليه عاوتاني مليحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.